وهنا بيبدأ هنا مع كوين، وبتكون في الوقت ده بتخلص شغل البيت وبتقول ان الجو برد النهارده وشكله كده في عاصفه جاي. وبعدين بيجي جوزها وبيكون واخد ابنهم عشان يوديه المدرسه، بس قبل ما يمشي بتقول له انها هتخرج تشتري شويه حاجات للبيت. وبعد كده بتخرج كويني عشان تشتري الحاجات، بس الهوا في الشارع بيكون صعب جدا لدرجه انه بيطير كل حاجه من حواليها، وبتحاول تلاقي اي تاكسي يوديها البيت لكن مفيش فايده ومحدش عاوز يقف لها. وبعدين بتحاول تعدي الشارع وبيجي واحد اسمه جول وبيكون شايل كتب كتير ومش عارف يمشي بيه، وفجاه هنا بيخبطوا في بعض هما الاثنين. وبتحاول كويني تتاسف له عن اللي حصل ده، وهو كمان بيحاول يلم الحاجه بتاعتها اللي طارت من الهواء، وبتحاول تساعده عشان تلم الكتب بتاعته من على الارض. وبعد كده بتطلب منه انه يوقف لها تاكسي لكن برضه مفيش حد بيعبره. وفي الوقت ده بتكون رجلها اتجرحت لما خبطوا في بعض ووقعت على الارض، وبيقول لها ان بيته قريب من هنا وهيروح يجيب لها اي علاج من البيت. وقبل ما يطلع بيقول لها تقدري تيجي معايا فوق تنضفي الجرح بتاعي حتى تكون العاصفه هديت شويه. فبتطلع معاه فعلا لبيته، ولما بتدخل بتلاحظ وجود كتب كتير جدا، وبتسأله في الوقت ده انه شغال كاتب ولا ايه، فبيقول لها انه بيبيع الكتب دي، وبيقول لها كمان على المكان اللي تقدر تروح تنظف الجرح فيه. وبتروح كويني فعلا وبتطهر جرحها، وبعد ما بتخرج بتقول له لو ممكن تستخدم التليفون، وجول بيوافق، بس الظاهر كده كان نفسه يطلع دكتور ومعرفش، فبيروح يجيب لها تلج ويحطه على الجرح بتاعها، وبيقول لها كده احسن من الاول. وبعدين بتشكره وبتقول له انها لازم تمشي، وبيقول لها تقدري تاخدي اي كتاب من دول يعجبك، بس هي بتقول له شكرا وبترفض. فبيرد عليها ويقول لها خد اي حاجه تذكاريه ومش عاوز فلوس قصادها. فبترجع كوين وبتختار كتاب وبتمشي. وتاني يوم بتفتح كوين الكتاب ده عشان تشوف ايه اللي فيه، وبيقع منه ورقه وبيكون رقم مكتوب فيه، فبتروح عشان تتصل عليه وبتقول له انها كوين اللي قابلته في العاصفه، وبتطلب منه عنوانه عشان عاوزه تبعت له هديه شكر على اللي عمله معاه. وبيسالها هي فين دلوقتي، فبتقول له انها بتكلمه من بره البيت، وبيطلب منها لو كان ينفع تيجي له دلوقتي. بتفكر شويه وبعد كده بتوافق، وبتروح لجولو وبيستقبلها وبيرحب بيها جدا. وبعدين بتشوف كوين كتاب بطريقه برايل، وبيجي جولو بيعلمها ازاي تقرا الكلام اللي مكتوب ده، وبتقول له انها لازم تمشي دلوقتي. بس تاني يوم بيتكرر نفس الموقف، وبتروح له البيت وبيشغلوا مزيكا وبيرقصوا سوا، وبيحاول يقرب منها لكنها بتقول له انها لازم تمشي دلوقتي حالا. وبعد كده بترجع تاني عشان نسيت البلطو بتاعها. في الوقت ده بياخدها جول بالحضن من غير اي مقدمات، وبنروح لكويني هنا وهي في القطر مروحه على البيت وعماله تفكر في اللي هي بتعمله. وتاني يوم بتروح له تاني وتالت ورابع، وبيعرفوا بعض اكتر من الاول. وفي يوم بيروحوا يتغدوا مع بعض في مطعم، وبيكونوا بيهزروا مع بعض ومبسوطين جدا. وبيشوفها واحد شغال عند جوزها في الشغل، ومن غير ما تشوفه بيخرج بره المطعم وبيمشي. وبعد كده بيكون جوزها في البيت وبيجي يتكلم معاها لكنها بتنفض له وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيحصل نفس الموقف تقريبا، وبيقول لها هنا انهم هيتغدوا مع بعض النهارده، فبتقول له مش هينفع عشان رايحه الكوافير وهتاخر. وهنا بيشك فيها جوزها جدا في الوقت ده، وبيتصل بالكوافير وبيسالهم لو في حجز باسمها ولا لا، بس ما بنعرفش ردوا عليه وقالوا له ايه. وتاني يوم بتكون كوين رايحه المول وبتشوف اتنين من صحابها وبيعزموا عليها يروحوا يشربوا قهوه مع بعض، فبتروح معاهم. بس هناك بتتصل بجول وبتقول له انها اضطرت تقعد مع اصحابها شويه وانها في كافيه قريب من البيت. وبعد شويه بيجي جول على الكافيه وبيتقابلوا مع بعض، بس هنا اصحابها بياخدوا بالهم من اللي حصل. وبعد كده بيروح عند جول في البيت وهي بتقول له احنا لازم نوقف اللي احنا بنعمله ده، لكن جول بيعمل نفسه مش سامع. وبعدها بنروح لجوزها وهو بيطرد واحد من الشغل وبيقول له ان انت مش مخلص في شغلك. فبيرد عليه الراجل ده وبيقول له روح دور على الاخلاص ده في مراته ده لو لقيته اصلا. وبيكون الراجل ده هو اللي شافهم في المطعم. وفي الوقت ده جوزها بيكون محتار والشك عنده بيزيد جدا، وبيروح يأجر واحد عشان يراقبه. وبالليل بيكونوا بيتعشوا سوا، وبيقول لها انه مسافر لشغل وهيغيب شويه. وتاني يوم الصبح بتلبس وبتروح لجول، لكن الراجل ده بيصورهم من غير ما تعرف، وبيروح يبلغ جوزها ويديله الصور اللي معاه، وبيقول له على عنوان واسم جول وانها معاه دلوقتي. وتاني يوم بتكون في المول وبتخلص وبتروح لجول، بس بيكون ميعاد غير الميعاد اللي متعوده تروح فيه. وفي الوقت ده بتشوف معاه بنت تانية في الشارع وبتنزل من العربيه وبتتاكد ان هو فعلا. وبعد كده بتروح وبتضرب البنت اللي معاه دي، وبياخدهم هما الاثنين وبيروحوا على البيت. بتقول له ان كل حاجه بينهم انتهت خلاص، لكن بيقدر يعديها ويلم الموضوع. وتاني يوم بيروح جوزها لجول البيت وبيقول له ان كويني تبقى مراته، واحكي لي عرفتها ازاي. فبيقول له بالصدفه وقت العاصفه خبطنا في بعض وبدات الحكايه من هنا. وبعد كده بيشوف جوزها كره ازاز، فبيساله هي اللي جابت لك الكره دي ولا لا، وبيقول له جول هي اللي جابتها لي. فبيتصدم ساعتها وبيقول له دي انا كنت جايبها لها هديه مني. وبيفضل يلوم في جول وبيتعصب عليه جدا، وفجاه بيخبطه بالكره الازاز في راسه وبيخلص عليه، وبيقوم يمسح بصماته من على كل حاجه لمسها، وبيغسل الكره اللي قتلوا بيها كمان. وبيكون بيستعد في الوقت ده انه ياخد جول ويمشي يوديه في اي حته عشان يداري اثار الجريمه اللي عملها. بس ساعتها بيسمع صوت مراته على الجهاز وهي بتبعت له رساله وبتقول له انها مش هتقدر تكمل في كده تاني، وانها متجوزه وبتحب جوزها ومش عاوزه تخسره. وبعد كده بيكمل نظافه المكان كله وبيمسح كل الرسائل اللي موجوده في التليفون، وبياخد جثه جول معاه وبيروح عشان يغير هدومه. وبعد كده بيروح يحضر حفله لابنه، وبالليل بيروح يتخلص من الجثه اللي معاه عشان محدش يكشف، وبيروح يودي العربيه كمان تتغسل علشان يغطي كل الاثار اللي عليه. وبنروح هنا وبنشوف الشرطه وهي رايحه لكوين البيت، وبيسالوها لو كانت تعرف جول، فبتقول لهم انها تعرفه معرفه سطحيه بس،
وكانت بتروح تشتري منه كتب مش اكتر. فبيقولوا لها انه مختفي ومراته ما تعرفش عنه حاجه بقاله فتره، وبتستغرب كوين في الوقت ده قوي وبتقول انها ما كانتش تعرف انه متجوز اصلا. وبعدين واحد منهم بيمسك الكره الازاز وبيقول لها ان الكره دي عاجباه قوي، وبيقول لها كمان لو عرفت اي حاجه عنه بيبلغيني، وبيمشوا وخلاص. وبيعدوا اسبوعين وبيرجعوا تاني وبيقولوا انهم لقوا جول مقتول، بس الغريبه اننا لقينا معاه رقم تليفوني، وبيقولوا كمان لو كان معجب بيها ولا حاجه، بس جوزها بيقول ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. وبيكمل الضابط وبيقول لها ان عربيتك واخده مخالفه انتظار قدام بيته، وبترد انها كانت بتشرب قهوه مع اصحابها في مكان قريب من هناك. جوزها بيتدخل هنا وبيقول لهم ان كده كل الكلام اتقال، وانها قالت كده كل اللي عندها، وطالما مفيش تحقيق رسمي يبقى الكلام كده خلص. وبعد كده بتروح كوين تجيب هدوم جوزها من المغسله، فبتلاقي ظرف في هدومه وبيكون موجود في الصور اللي شافها جوزها، وبتعرف هنا ان جوزها عارف كل حاجه. وبعد كده بيكون عندهم ناس صحابهم وبتمسك كرة من المجموعه اللي عندهم وبتقول انها عاجباها جدا، وساعتها بتشوف كوين الكرة اللي ادتها لجول، فبتعرف ان جوزها هو اللي قتله. وبيجي الليل وبتروح وبتقول له انت ليه عملت كده وليه قتلته، وبيرد عليها ويقول لها انت اللي عملت كل حاجه، وشوف انت رحت شقته كام مره، وبتحاول تخليه يوقف كلام وبيقول لها ان مش من حقك تتكلمي اصلا، انا عملت كل حاجه عشان احافظ على العيله دي، وانت اللي خنتيها، وانا ما كنتش عاوز اقتله هو، انا كنت عاوز اقتلك انت بداله. في الوقت ده بيعيط وبتعدي ايام وبيكون بيعلم ابنه على البيانو، وبنشوف كوين هنا وهي بتتفرج على صور فرحها هي وجوزها، وبتلاقي رساله لجوزها كاتبها لها لما جاب لها الهديه دي، وبتندم ساعتها وبتروح تحرق صورها مع جول. وبعد كده بتروح لجوزها وبتقول له بعدين في الموضوع ده، وانها خايفه الشرطه تعرف وتكشف الموضوع، وبيقول لها انه هيسلم نفسه، وبتترجى انه ما يعملش كده، بتقول له اصبر كام يوم والموضوع هيتنسي وخلاص، وبتعرض عليه انهم يبيعوا البيت وكل حاجه ويسافروا يعيشوا في مكان تاني. وبعد كده بيتصالحوا وبيقرروا يبداوا حياه جديده، وخلص فيلمنا كده. بس لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل التنبيهات عشان يوصلك كل اللي جاي ان شاء الله. سلام.